السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أديان. النهاردة الحلقة هنتكلم فيها عن سر كبير جدا وخطير أوي 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 لناس كتير زهقت من الفورجيتن ودخلت كتير ومعرفتش تجيب السلاح اللي هو بيبقى في اللعبة، سواء ايجي أو سواء الباور أو أيا كان اسمه الفايت. ايا كان هو بيبقى سلاح الايجي اللي هو الاصدار بتاع المصري الفرعوني. حلو. فانت بتخش وبتبص تلاقي ناس جنبك هي اللي جابت السلاح، وانت حاولت لك مرتين تلاتة وبرضه معرفتش. تعالى اقول لك ازاي بتتعمل. طبعا البي اتش بوت بتبقى فيه حاجة اسمها كوماند وسكريبتات وحاجات من دي. الحاجات دي مهمة جدا. بتنزلها ازاي للناس اللي مش عارفة؟ انت بتخش الديسكورد بتاعهم اللي هو موجود هنا، تمام؟ تعمل سلاش، وبعد ما تعمل سلاش بتكتب جيت سكريبت لو انت عايز سكريبتاية معينة، او جيت بلوجن لو انت عايز بلوجن معين. وهنا يا شباب احنا البلوج ان بتبقى كتير، بتضغط انتر فبيفتح لك بقى تختار اي بلوج ان انت عايزها. عايز بتاع الفورجيتن، عايز بتاع الاكاديمية، عايز بتاع حاجات كتير، عايز بتاع الكوماند اللي هو مثلا واحد طلع بوت، واحد قصدي طلع هو تجارة وانا عامل عليه تريس. فطبعا لو انا عامل عليه تريس هتيجي لحظة ما هو ما بيسافر، هو هيسافر وانا هفضل واقف. لا، انت بتحط كوماند ان هو يقول لك سافر فالايميل يسافر. ده البي اتش وود. وحاجات من دي كتير بقى، في ارينا، في اوتو كونفيج واوتو دنجون اللي هي بتاع بغداد والحاجات ديت. لا، هي صراحة البي اتش خوافي. فاحنا مش هنتكلم عن حاجات كتير، هناخدها حاجة حاجة. ونزلنا دلوقتي اللي هي الكوماند العادية خالص بتاعت الفورجيتن. وبعد كده بعد ما نزلنا بتاعت الفورجيتن نزلنا سكريبت الفورجيتن، وهو انت برضه بتعمل نفس الحكايه. جيت تعمل السلاش، تكتب جيت سكريبت، وبعد ما بتضغط بتلاقي سكريبتات موجوده معاك اللي انت عايزها. موجود سكريبت الجراد 1 والجراد 2 والجراد 3 والجراد 4. موجود اللي هي الفورجيتن القديمه، اللي هي عارف انت المكان الاصفر ده اللي احنا كنا بعد الالعاب دخلناها، وكانت الفورجيتن ديت معموله طريق سبيشال للطريق. برضه موجودة هنا وتقدر تطلعها وتقدر تطلع كل حاجة. كمان بيعمل لك المهمة في ألعاب اللي هي بتبقى 140، بتبقى فيه كويست اللي هي بتخش التمبل الإيجي. التمبل ده بتموت فيه وحوش اللي هي الأزوريس والوحوش اللي هي ديت. الوحوش ديت لما بتموتها بينزل منها إزازة بتاخدها عشان تعمل الكويست. هو كمان بيعمل الكويستاية دي. فأنت بتنزل السكريبتاية. طبعا احنا عملنا كل حاجة. بننزل السكريبتاية هنا، تقول له الاول جيت كورنت، وبعد كده بتعمل شينج سكريبت. هي بتبقى الاول جايه فاضيه كده، تمام؟ تقول له جيت كورنت، تديله اوكي، وبعد كده بتقوم جاي قايل له شينج سكريبت، وتقوم جاي مختار السكريبتاية بتاعتنا. احنا كنا حاطينها هنا، انا هخش التلاتة و4 فانا هحط دي كده. السكريبتاية اتضافت معايا والدنيا حلوة جميلة. طيب ايه المشكلة بقى تاني؟ المشكلة ان في وحش جوه بايخ كده انتوا عارفينه ما بيموتش، اسمه الجوست كيرس. الوحش ده بيقعد يضرب فيك وما بيرضاش يسيبك وبيختفي وبينط من مكان لمكان والكلام من ده. طيب لو انت عايز مثلا الكاركتر يقوم جاي مموته فتضرب ريتيرن وتعدي انت وتكمل الحتة ديت، ماشي. لو انت عايز يبقى الموضوع من اوله لاخره بوت وهو اللي يلعب، برضه ماشي. فاحنا دلوقتي على حسب الايميل بتاعك هيستحمل ان الوحش ده يديك الستيتس والموبس التانية تضربك او الاليت التانية تضربك والكلام من ده، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنجرب عملي. دي اول حاجة. تاني حاجة بتنزل تحت على البلوج ان اللي احنا عاملينها، وبتكتب هنا جوست كيرس اللي هو اسم الوحش ده عشان يعمل له اجنور وما يضربوش، لان زي ما انتم عارفين الوحش ده على طول مهما تضرب فيه ما بيموتش، بتبقى صحته ضخمه قوي فما بيموتش. طيب دلوقتي في بعض الالعاب بتبقى كاتباه بطريقه ونمط غير العادي بتاعه، فانت تكتبه بكل الانماط. الاول هتكتب جوست زي ما انت شايف كده عندي جوست مسطره كيرس، بعد كده تضغط وبعدين تكتبه مره تانية، بس هتعمل مسطره الاول وبعد كده تكتب جوست شرطه جوست مسطره كيرس، وبعد كده تضغط
في بقى مرة تالتة بتكتبه برضه الجوست مسطرة كويس، وبعد كده تعمل مسطرة، بحيث ان الفكرة كلها لو هو كتبت الاسم ولقيته برضه الاكونت بيضربه، يبقى اللعبة فيها ايه التركاية دي. تمام كده. فاحنا حالا هنعمل ايه؟ هنضرب في الايميل ده فورجيتن، وعلى فكرة بينفع تخشها، بس هتضيف له في السكريبت موقع دخولها، بس احنا مش لازم نضيف الكلام من ده، فانا هخش ايه مانوال. تمام كده. بعد ما هخش مانوال هضغط ستارت، والبوت يا شباب هيتعامل ويشتغل. طبعا ديت الفورجيتن اللي هي الكبيرة مش الصغيرة. فانا قوم جاي ايه عامل كده. احنا ضفناه هنا ولا ضفناه فين؟ ما ضفناهوش هنا، انا اسف. فهنضيفه تاني الايميل ده اللي دخل. تقوم جاي عامل تشينج سكريبت، وتروح لمكان السكريبت اللي احنا نزلناه كده. احنا نزلناه. نيجي بقى تحت في الماب البلوج ان، تكتبه. بعد ما تكتبه كل اللي عليك تعمله تضغط ستارت وتتفرج، وتشوف بقى يا باشا الاكونت وهو بيلعب الفورجيتن لوحده. طبعا انا اقدر اخش بالايميل التاني كمان. نضرب هنا كمان واحدة. هي اللعبة ديت زي ما قلنا ان هي الاسلحة فيها قوية جدا والامكانيات بتاعتها قوية جدا، فالتلاتة بالنسبة للوحوش هي ضعيفة مش قوية. فبرضه نفس الكلام بعد ما ضفنا الديس جوست والدنيا حلوة جميلة، فبرضه هنقول له ستارت بوت. يبقى انا كده داخل باكونتين، والاكونتين شغالين ورايحين الفورجيتن، والدنيا حلوة جميلة ومكملين معايا ومفيش فيها اي مشاكل. تمام. فانت دلوقتي لما هتخش مثلا دخلت باكونتين اهو، ممكن بقى اللعبة تكون ليميت 2. لو اللعبة مثلا ليميت 2 تقدر انت في نفس اللحظة دي، هو زي ما انتم شايفين تحت هنا في البوت بيكتب ايه ويلكم تو المكان اللي هو هيروح له. بعد كده يقول لك ايه فاوند وحشين، فالفاوند وحشين هنبدا نكل الوحشين دول، وبعد كده يدور تاني فيقول لك فاوند وحشين. فاهم؟ هي ماشيه كده، هيفضل ماشي ويدور، بعد ما يدور فيلاقي وحش، بعد ما يلاقي وحش يقوم رايح للوحش اللي بعده. بيقعد يروح لاماكن اهو فاوند وحش فهيضرب الوحش ده. هي شغاله كده. تمام. خلينا نرجع بقى للحته اللي انا معلش انا بس عايز اوريكم كل حاجه، فالكلام بيخش جوه دماغي. في بقى ساعات بيبقى اللعبه مثلا ليميت 2، طب ما انا اللي هخش بالاثنين وخلاص. لا، انت ممكن تعمل اكونتين احتياطي. يعني انت عملت الاكونتين اهو، وصلتهم للليفل مثلا الماكس بتاع اللعبه، وبعد ما وصلتهم للماكس بتاع اللعبه بتقفلهم وتفتح بقى الاكونتين الرئيسيين بتوعك. تمام. هتعمل الاكونتين دول جنب الاكونتين التانيين، بحيث ان انت الاكونت ده هتقوم جاي حاطط هدومك في قلب الاستورج، وفتح بالاكونت اللي جنبه، واخد الحاجه من الاستورج لابسها ورايح الفورجيتن عادي جدا. والفورجيتن اللي هتبقى عدى هنا مش هتبقى عدى في الايميل التاني، لان ده ايميل تاني. تمام. فانت هتفضل تخش فورجيتن يا باشا، تقدر تعمل 4 اكونتات وتخش في نفس الوقت ب4 اكونتات جنب بعضيهم، عمال تخش في فورجيتن ورا بعضه بالبوت لحد ما تلاقي كل ال8 كود بتوعك. طبعا هنا انا بقى مجمع حاجات كتيرة جدا. هنا انا مجمع في هنا ومجمع هنا ومجمع. طبعا اللعبه دي لها كذا كارت زي ما انتم شايفين. لقيت الكوماندر هنا، ولقيت فانتوم واللارج وكل الحاجات دي، فضل بس السيرينس والحاجات ديت. فالموضوع في اللعبه ديت لما انت بتلاقيهم وتخلص رساله، بعكس الالعاب التانية لما انت بتلاقيهم الايميل مسموح له انه يعملها مره واحده. لا، هنا في اللعبه ديت الايميل مسموح له انه يعملها كل ما بتخلص، يسلمها وتبدا معاه من تاني يعملها من تاني.
بس هي هنا ما بتديش سلاح ايجي، بتدي موديل سويتش، لان هي خلاص اللعبة بالنسبة لك هنا زي ما انتم شايفين السلاح بتاعي 23 كده خلاص ماكس بلس في اللعبة، بس هيقعد 19 يوم ويرجع تاني صفر. زي ما انتم شايفين النظام في اللعبة بيبقى كده. ده السلاح اللي هو اللي معايا وانا مديله اللي هو الموديل سويتش بتاع السلاح ال 24. فانا اتمنى طبعا ان انا بكون بساعدكم وبكون بكتشف لكم شويه تريكات المحترفين عارفينها وما بيقولوهاش لحد. فانت كده لو انت معاك البي اتش بوت تقدر تخش الفورجيتن وتقدر تجيب السلاح الايجي باسرع وقت ممكن. اتمنى ان الفيديو ده يكون فادك. اتمنى ان انا دايما فيديوهاتي بتكون مميزة، مش انا بحاول على قد ما اقدر ما اعملش الفيديو يكون تقليد لاي حد تاني. فدايما الفيديو بتاعي انا بتعب فيه لانه هو بيبقى مبتكر. فانا كمان مقابل ان انا بتعب فيه مستني منك حاجة بسيطة جدا اللي هو اللايك والاشتراك بالقناة. شكرا، سلام عليكم.